السلام عليكم. علماء أمريكيون يؤكدون بأن نهاية العالم ستكون العام القادم 2021. حذر علماء أمريكيون من أن نهاية العالم باتت أقرب من أي وقت مضى، وأن نهاية العالم ستكون في شهر مارس العام القادم 2021، حيث قال عالم الفضاء الأمريكي هاريسون أشميت بالأمس: أعلنا العام الماضي على أن هناك نجم كبير يقترب من كوكب الأرض، وأن هذا النجم سوف يصطدم بكوكب الأرض، وقد أعلنا من قبل عن موعد اصطدام هذا النجم بكوكب الأرض، ولكن النجم لم يصطدم بكوكب الأرض في الموعد الذي حددناه، مما جعل الناس يسخرون، لأن اليوم الذي حددناه مر بسلام ولم يحدث شيء، وكان هذا اليوم في العام الماضي. ولكن الأمر الآن خطير جدا، فقد اقترب النجم من كوكب الأرض أكثر، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من كوكب الأرض، والمتبقي الآن فقط هو اصطدام النجم بكوكب الأرض، ومن ثم سينتهي العالم. الجدير بالذكر أن وكالة ناسا الفضائية كانت قد أعلنت منذ عدة أيام قليلة مضت بأن هناك نجم كبير سيصطدم بكوكب الأرض. ليس هذا فحسب، قد أعلنت ناسا أيضا بأن هناك صخرة كبيرة جدا ستصطدم بكوكب الأرض أيضا. وقد كشف الدكتور أشرف تدرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المرتقب اصطدام نجم كبير بكوكب الأرض، وذلك العام القادم 2021. وأشار الدكتور أشرف تدرس في تصريحاته بأن هذا النجم حجمه هائل جدا، يعادل حجم كوكب الأرض، وأنه أصبح قريب جدا من كوكب الأرض، وأن بعد اصطدامه بكوكب الأرض لم يتبقى أحد حيا على كوكب الأرض. متابعينا الكرام، لا تقوموا بإغلاق هذا الفيديو قبل أن تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم، لأن هناك الكثير من الناس لا يعلمون خطورة الأمر وما سيحدث في 2021، فقوموا بمشاركة هذا الفيديو عسى أن يفيق الناس من غفلتهم ويتوبوا إلى الله قبل فوات الأوان. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Catch 'em all.